أحيانا بيكون التميز في الاختلاف. عارفين نظرية النسبية اللي كل علماء الفيزياء بيعتبروها مرجع مهم لوقتنا ده؟ يا ترى بقى مين صاحبها؟ كان في مرة بتسأل وبتقول ابني اتشخص ADHD، فرط حركة وتشتت انتباه، وكمان كان عنده تأخر كلام بسيط شوية، لكن الحمد لله دلوقتي اتحسن، الكلام بقى عنده أحسن من الأول، لكن لسه مش زي بقية أصحابه اللي في سنه. هل يا ترى هيجي يوم ويبقى زي أصحابه اللي في سنه؟ السؤال ده بشوفه كتير جدا، كتير من الأمهات بتسأل نفس السؤال، لكن الحقيقة مفيش حاجة اسمها زي اللي في سنه، لأن الأطفال بطبيعتهم هم مش زي بعض، الأطفال مختلفين، مش نسخة طبق الأصل من بعض. يعني مثلا في طفل بيتكلم بدري، في طفل بيتأخر في الكلام شوية، في طفل إدراكه بيجري، في طفل بياخد وقته. الأطفال مش زي بعضها، ما ينفعش أقارن ما بين طفل وطفل تاني، لكن المقارنة الصح قارني ابنك امبارح كان ازاي والنهارده بقى ازاي. لو لقيتيه بيتعلم حاجة جديدة او بيتقدم حتى لو خطوة صغيرة، يبقى احنا كده ماشيين صح. كل خطوة صغيرة لقدام هي انجاز كبير. وما تنسيش المفتاح السحري، التشجيع. يعني لو اتكلم كلمة جديدة، ركز النهارده احسن شوية، شجعيه وافرحي بيه وسقفيله وقوليله برافو عليك. في مشاهير كتير اتشخصوا ب ADHD وبالرغم من كده وصلوا لحاجات كبيرة ومهمة جدا، زي مايكل فيليبس بطل السباحة العالمي، وألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية اللي اتكلمنا عليها في أول الحلقة، واللي الباحثين كتير شخصوه وقالوا إن هو كان عنده سمات من ADHD، فرط حركة وتشتت انتباه. وبرده كمان الموسيقار بيتهوفن اللي كان عنده نفس السمات، وفي أمثلة تانية غيرهم كتير مهمة وملهمة جدا. عارفين وصلوا لده ازاي؟ بالتدريب والتشجيع، وبأهلهم اللي وقفوا وراهم ما استسلموش وما قللوش أبدا من قدراتهم. اعرف ابنك متميز في ايه وشجعه وقوي قدراته. يا ماما ويا بابا، خلينا متفقين ان اللي عنده ADHD هو ما فيهوش حاجة غلط، هو بس مختلف شوية في طريقة تفكيره وفي التعامل. احنا بقى دورنا ان احنا نهيئ له الظروف ونعرف ازاي نتعامل معاه بالطريقة الصح علشان نطلع احسن ما فيه. وفي الاخر احب اوجه رسالة للاهل والاصدقاء اللي في دايرة اللي عنده ADHD، ساعدوا الاب والام، ارجوكم بلاش انتقادات وتعليقات على سلوك الولد، كونوا السند مش العبء. تربية ولادنا مش سباق، ده مشوار طويل، وكل طفل ليه طريقته وسرعته في الوصول. لما نمشي معاهم ونشجعهم ونفرح بيهم، هيكبروا وهم حاسين ان هم قادرين ومميزين. استنوني بسمة القطان كل يوم حد الساعة 8 في مش سهلة بس مستاهلة على راديو في السكة.